السلام. هذا الفيديو مكمل الفيديو الثاني، جيت نبرك على البوطونه مشات. المهم ما تيهمناش، اسمع أئمة الكفر. اللهم انصر إخواننا في غزة وامنحهم التوفيق والتمكين والعزة يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك ولاد الحرام أئمة الكفر هذا. وصفاتك لا هاو هاو هاو. أن تنقذ المسجد الأقصى من رجس اليهود. وصرت أقرأ سعودي. إمام الكفر والنفاق. المسجد الأقصى ما عندناش مشكلة فيه، بناتو بلادي فرنسا لي فرونسي باش نتصالحوا. هم قتلوا السلافي والله عطاهم يبنيو مسجد باش يصلي فيه، باش يتصالحوا أهل الكهف والرقيم مع الشعب الفرنسي. هل تفهم؟ Pourquoi la France se concilie sur la mort des rois de France. En 1789, les Français ils ont bâti un mosquée pour Dieu et moi. أنا من سلالة ملوك فرنسا، أنا الرسول محمد le messager Mahomet et le roi Salomon عبد الله. هل تفهم يا؟ وهذا المسكي هو المسجد الأقصى إسراء لإسرائيل. Bon, on va mettre un peu d'ordre sur terre. أنا اللي نتكلف السي محمد ونديريكت نتسنى تخرج المصيبة عندي من الدار وعنتفاهموا تما ما ندخلوش بعلينو بحرب من الله ورسوله. نو ندوزو عيد أفتي فيهم. أنا مفتي فقط باش تعرفني ما تغلطش في حقي. واسمع باش تعرفني مزيان شكون أنا، وبشوية رينا ندوزلك كلامك بفمك. ولا سعودي هذا انت بفمك يعني سعودي عندك اللحية. المسجد الأقصى فين جا؟ في المغرب الأقصى متشابه. المغرب الأقصى راه فيه جوج، رب المغرب ورب المغربين. ماشي مشكل. دابا انت إمام الكفر كتشهد انت المسجد الحرام والكعبة حطيتهم ونكرتونا حنا. وشكون أنا؟ شوف إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون. إنك إذا والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ورسول. قلتو ما كاينش رسول. انت سعودي كتقولوا نتوما العرب ما كاينش رسول، احمد هو محمد وجماعه طوي. وشكون هذا؟ اذا رسولكم كانوا بواتوا المسيحيين، علاش كنتو كدينوا عندكم الديانه اللي كانت من قبل هي الديانه المسيحيه. اذا رسولكم احمد كانوا بواتوا هما اللي في الكنيسه، وما كاينش عندكم كنيسه في السعوديه ولا سيناغوغ. كانت اليمن هي اللي كل شيء. هذه كانت صحراء، أرض ميتة. ماشي مشكلة سيدي. والذين آتيناهم الكتاب يعرفون. راه مش انتم مسلمين وتبعوا إبراهيم الخليل مسلم وتبعوا رسولكم. احنا مؤمنون يعني أهل الكهف والرقيم أم القرى. دابا انتم غلبتوا على أمرنا، لكن الله قوي. الله قال لا أغلبن أنا ورسولي، وهي كلام مقدس. فوالا باش نكون واضح معاك، احنا عندنا مسجد بني على شفا جرف بالمغرب، رب المغربين، محرم على السوادة واليهود والفلسطينيين. فلسطيني واخد سمية ديال المسجد الأقصى يدير تما، دير تا يزيد تا أي كاع السميات. عيمي يسميش السمية ديالنا، راهي السمية ما خصوش يستعملها، لأن المسجد الأقصى هنا واليهود والفلسطينيين جالسين يتحاربوا. والفلسطيني كيدعي أن المسجد الأقصى. الفلسطيني واليهودي، اليهودي كيستعمل عندهم رسولهم اليهود موسى وهارون. إذا ما عندوش حق يستعمل داود وسليمان. عيسى كينكرو عيسى وشد التوراة وخلاو الزبور. يعني جا موسى جا كيما شديتي هذاك ما شديتي الزبور، يعني داروا لنا كلشي عنيك. ها بالقيس ها هو عرش الله. ماشي مشكل. انا ما كاين مشكل. انا تنبلوكيهم، لا هما لا الفلسطينيين السواده تنبلوكيكم. الشيء الاخر ما عندهمش دخل. يعني هاد الشعوب اللي كتسمع لهاد الفيديوهات عي حنا عي ثلاثه
لا تتكلم إلا بسلطان. سلطان عندنا السعودية المسجد الحرام، وسلطان في المسجد الأقصى، وسلطان في المغرب، واللي عطاه الله درع طويل ياكل به. واسمع دابا، مسجد حسان مسجد بني على شفا جرف، محرم على السعوديين الاقتراب منه بكيلومتر. نجس، أنتم نجس لا اقتربتم منه. إلى جميع الملائكة السماء إرسال جنود باش النجس ديال هاد اليهود والفلسطيني والسعودي اللي ما بغاش يجلسوا في الطاولة ويرجعوا الحقوق للشعب الفرنسي والمغاربة وأم القرى تعلن. يعني في حالة اقترابهم تمنع الجنة عليهم، لا باغادي لي تنتغدي السعودية. اللي كان أي سعودي مات ما يدخلش الجنة بنهائي، وأنتم هما اللي حبشيتوا بهذا. وتعلن كأنها، لأن ما يمكنلك السعودي تلقى يهودي في وسط الحرم ديالكم، ما تخليوش، ولا مسيحي، حنا ما نبغيوكمش. هذه أنا الميثاق ديال لي 99 نعجة وخيل أو نعجة واحدة، فإنه ظلمك بضم نعجتي عندي حق نفتي باش تفهم. ملك مقتدر أنا اللي عندي حق في الفتوى، الله عطاه، ولكن أنا اللي عندي المفاتيح، أنا اللي عندي الرسالة. لا المسجد الأقصى ولا المسجد بني على شفا جرف ما تقربوا السواد، تبطل الصلاة. ولا كان الله عيصلي ودخلتي انت ما احترمتيش الفتوى ديالي، تعلن الحرب عليكم كلكم. لأن أنا قلت لكم زيدوا تحتكموا الفيديوهات، تاخدوا كلامي هزوا. مكة جميع 35 كيلومتر، لأن كل حرم فيه 35 كيلومتر. ملي كتقربوه نتوما شفارة فلسطيني ويهودي وسعودي، تتكون إعلان حرب على الله والملائكة. إلا قربتوا برجل فرقشكم، ما بغيتوش تردوا الحقوق ديالنا. حنا مقودة، أنا عارف فمي، أنا مفتي ما كنخسر والو. أمر إلى جميع الملائكة، تو ناليغت ماكسيمال، بس يحط فرقاشو. تعرفني فرقاشك رجلك سعودي في أي حرم الحرمات ديالنا. حنا في رب المغرب ورب المغربين، ترجعوا الحقوق. هاكا سميت، قلت لك جيبها بقصبة، قلت لك 2024 سترك يا رب العالمين. انا باقي ما دخلت علينا بحرب من الله ورسوله. السماء ما كاينش، ما ندخلوش حتى دوله، لا الامريكان لا الروس لا ولا بيناتكم. اعتذر الاطفال والنساء. وهذا بالنسبه للقضيه ديال فلسطين مع اليهود، تنطلب الله الرأفة من الأطفال والنساء. وهذا أما المجرمين اللي هو كبار من 18 سنة، كل واحد يتحمل المسؤولية ديالو. الفلسطيني كيعرف أنا ما جيتش باش لا ندافع على الفلسطيني ولا على اليهودي ولا على السعودي، هما راه قادين، راه رجال، وانت السعودي تحملوا المسؤولية ديالكم كرجال الدين. يعني الله اللي يفصل بيناتنا. وسمعتي يا من نزل عليك الذكر، رسولكم نزل عليه الكتاب، وأول آية نزلت هي اقرأ. وحنا إنا أنزلناه في ليلة القدر. عاد بوي الناس تسرق الدجاجة كتقطعوا لها يديها، واللي سرق سميات ومقدسات وكل شيء تابعكم. ماشي واحد ما قال لكم العرب وسميتونا المهدي. علاش تسمينا المهدي؟ عطينا سمياتنا نيشان، محمد عبد الله سليمان، محمد داود. عندنا الحج الأكبر وعندنا الصلاة ديال الله. حنا ما نمشيوش على القبلة ديالكم ولا نصليو معاكم. عندنا عي شقة ودار السلام، والمساجد اللي عندنا ديال الملك جبرائيل تحت الإمرة ديالي، لأنها بلادي دارتها باش نصلي، باش تصالحوا، باش الصلح ما بين فرنسا وملوك فرنسا. لأن الفرنسيين غلطوا في عدموا الملك والملكة لوي سايز، والله جاب الصلح، بناو مسجد صليت فيه، ومن بعد عاد جاب ترتيب باش ما تكونش. لأن لو كنت عارف أنا في المغرب وعرفت أنني جدودي قتلوا من الفرنسيين وكانوا ملوك فرنسا، فكان يكون موضوع آخر. لأن الله عطى الآيات ورسل الأمور ديالو باش ما تكونش مشكلة بيني وبين الحكومة الفرنسية. هذاك الشيء علاش الله دخل خيط السلام ما بيني وما بين فرنسا. نعطيهم آيات، هما راه انت سامع عارف الرئيس شنو تيقول.
يعني لين نيميرو 1 يعني السلام، ونزيدكم فيديو آخر.